اسماعيل، حزين ان الزمالك خارج منافسه الدوري. طبعا خصوصا ان السكواد اللي موجود لو كان مكتمل من البدايه، ولو كان جوميز اختار اللعيبه من البدايه، اعتقد ان الامور كانت هتختلف. يعني برضو نادي الزمالك مر بموسم صعب جدا كابتن اكرامي، وقدر في الصعوبه بتاعه الموسم ده ان هو يفوز بالكونفدراليه، وده كان التركيز الكامل بالنسبه لمجلس الاداره بعد انتخابه وبالنسبه للعيبه اللي موجوده. انما الموسم الجديد اعتقد ان نادي الزمالك مش هيعدي الموسم ده الا لما يبقى في منافسه جديه من خلال الصفقات اللي نادي الزمالك هيعملها، من خلال توفير بعض السيوله الماديه دي، لان دي برضو مؤثره في الاحتياجات اللي بيجيبها مجلس الاداره وجوميز. انا شايف ان جوميز مدرب كويس، وجهه نظري الشخصيه وانا معاك جدا. ولو اتوفرت له بعض العناصر اللي هو يختارها في مراكز معينه، اعتقد ان نادي الزمالك هينافس وينافس بقوه السنه الجايه. طيب، لما يعني معلش الاحساس بتاع تيجانا اسماعيل يوسف كابتن الزمالك اما بتشوف كده المنافسه بين الاهلي وبيراميدز، ايا كان الوضع، معلش ايا كان الوضع، متضايق ايا كان الوضع، لا متضايق. ويمكن الكابتن اكرامي قال ان الزمالك بيلعب على المركز الثالث، ودي ايه يعني زي ما كنت سكينه عندي يعني. لا، ان الزمالك بيلعب يا اول يا ثاني على طول. انما مش قادر ترد عليه. لا مش ده كابتن لا مش قصدي، لا مش يعني قادر ترد عليه في حته المركز الثالث. ما انا زعلان. هو بيتكلم ان احنا بنكسب كل المباريات عشان نوصل للمركز الثالث، واحنا فرطنا برضو في نقاط كتيره، وفي يعني موسم استثنائي وغريب اعتقد ان هو مش هيتكرر تاني. انما نشد خط، المفروض كل جمهور نادي الزمالك اللي عمل موسم ملحمي مع الفرقه السنه دي وزق فيها، كان ممكن الامور تبقى اسوأ من كده على فكره. لولا وجود الجمهور بجانب اللعيبه كان ممكن الامور تبقى اقل من كده كتير في الدوري. لكن في الكونفدراليه نادي الزمالك استحقها عن جداره واستحقاق. والسكواد محتاج حاجات بسيطه، يعني محتاج 5 لعيبه بس عندهم خبرات، يعني منهم 2 لو اللي احنا اتكلمنا عليهم لو دخلوا في الفريق اعتقد ان نادي الزمالك يوصل لحته بعيده. طيب كابتن حماده، بيراميدز، الاهلي، الزمالك بره، الزمالك داخل على السوبر، عنده الكاس، يعني ازاي نادي الزمالك يعود مره اخرى للمنافسه؟ بص يا موهبه، انا حته السكواد، لا انا شايف ان الزمالك السنه دي عنده سكواد افضل ما كان مع فريرة لما خد دوري عام. بالعكس، انت النهارده التدعيمات اللي عملتها في وسط الموسم، ناصر ماهر وعبد الله السعيد، انت ما عملتش، انت كان قيدك موقوف، والراجل طلع ناشئين وكمل بيهم الموسم وقدر ياخد بطوله الدوري وقدر ياخد بطوله الكاس. فالنهارده هو الموضوع مش سكواد بس، لا، في الزمالك عنده مشاكل فنيه كبيره في الملعب. في بعض المباريات كتير جدا الزمالك خسرها بتغييرات خاطئه. في مباريات كتير جدا الزمالك النهارده رمى الفوطه بعد المباراه اللي هو انسحبها قدام النادي الاهلي. انا بكلمك بصراحه، النهارده لما نيجي نتكلم ان انا باجي قدام بلديه المحله وفاركو، مع احترامي بس فرقتين النهارده بيلعبوا على الهبوط، وان انا اخسر قدامهم العدد النقاط دوت، وان انا النهارده ببعض المباريات ان انا اكسب، ماليش دعوه بالخصم، ماليش دعوه بالكلام ده كله، كنت ممكن ارجع لبطوله الدوري. هل نادي الزمالك مهد الطريق بسهوله للنادي الاهلي لبطوله الدوري؟ بغض النظر اهلي او بيراميدز، لان الاثنين كانوا ماشيين بشكل لا معلش كويس. انا بتكلم عن الاهلي لان هو انسحب من مباراه. ما هو الاهلي وبيراميدز لحد من المباراتين وريح الاهلي واداله 3 نقاط. طبعا مهمين جدا، نقطه فاصله طبعا اداله 3 نقاط واداله راحه 5 6 ايام قبل مباراه بيراميدز. انا بقول لك طبعا الانسحاب ده فاد الاهلي وضر بيراميدز عشان تبقى عارف، وضر الزمالك. يعني ضر الزمالك في بقيه المباريات اللي موجوده بعد كده معنويا، حتى اللعيبه خلاص زي ما انت قلت رموا الفوطه. وفي نفس الوقت كمان لما انت طبعا كلنا مع المنتخب الاولمبي والكلام ده كله، بس هو الزمالك عنده كام زيزو؟ مع احترامي عنده كام زيزو؟ انت النهارده اصلا السكواد بتاعك ضعيف. لما يمشي النهارده حسام عبد المجيد ويمشي شحاته ويمشي اللعيب في نص الملعب اللي من انبي زياد كمال صح؟ لما يمشي ال3 دول ولاعيبه اساسيه، وتيجي كمان تمشي زيزو اللي موجود عندك، اللي انت يعني مع عبد الله، مع ناصر ماهر، احمد حمدي كمان جاله صليبي، شيكابالا بقاله فتره بعيد. طب انت النهارده مع احترامي، طب انت هتنافس ازاي؟ هتبقى موجود ازاي؟ السلام عليكم.
اولا بنكرر تعازينا في وفاة الكابتن محمود صالح مدافع الاهلي في الثمانينات وبداية التسعينات، من افضل المدافعين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. كان بجواره حماده صدقي زي ما قلت قبل كده في فيديو سابق، ومحمد حشيش وضياء السيد. كان دفاع النادي الاهلي متميز جدا في الوقت ده. طيب بالنسبة ثانيا بنهني منتخب مصر الأولمبي بالفوز النهاردة على أوزبكستان 1-0. النهاردة الدومينيكان اتغلبت من أسبانيا، أسبانيا فازت 3-1، وقبل كده احنا تعادلنا مع الدومينيكان، فمصر في المركز الثاني حاليا، والثالث الدومينيكان بنقطة واحدة هي اللي هي خدتها من التعادل معانا. طيب يفضل بقى أسبانيا اللي هي كده ضمنت التأهل للدور الثاني، عندها طبعا 6 نقاط، وبعدين مصر 3 نقاط، والدومينيكان نقطة، وأخيرا أوزبكستان بلا أي رصيد من النقاط. المباريات المتبقية أو المباراة كل فريق عنده مباراة. مصر هتلاعب إسبانيا، يكفيها التعادل، مصر يكفيها التعادل قدام إسبانيا. طيب هل فرصة تعادل بس؟ احنا التعادل خشية إن الدومينيكان تفوز على أوزبكستان، وده احتمال وارد. الدومينيكان لو فازت على اوزبكستان هيبقى عندها 4 نقاط، فاحنا هنبقى محتاجين التعادل. بعدين نشوف بقى موضوع فرق الاهداف لان احنا تعادلنا مع الدومينيكان. طيب افرض ان اوزبكستان فازت على الدومينيكان، لو فازت يبقى احنا تأهلنا، لان احنا المواجهات المباشرة بيننا وبين اوزبكستان لصالحنا. طب افرض ان اوزبكستان والدومينيكان اتعادلوا، يبقوا ريحونا، واحنا كده كده تأهلنا حتى لو اتغلبنا من اسبانيا، لان طبعا متوقع ان احنا هنتغلب من اسبانيا. لكن الموضوع اللي حصل من زيزو اعتراضه وتشويحه بعد ما لعب 65 دقيقة، يعني احنا جايبين لاعب فوق السن، لاعب مفروض لاعب مهم في نادي زي الزمالك، ولاعب مفروض ان هو لاعب على مستوى المنتخب الوطني الاول كمان. فلما خدناه عشان يساعد المنتخب الاولمبي النهارده لعب 65 دقيقة، يعني الناس كانت زعلانة ان هو في المباراة الاولى المدرب ما كانش ملاعبه اساسي، النهارده لعب 65 دقيقة بدون أي فايدة. يعني كل إحصائياته على كل المواقع وحشة جدا جدا، يعني معظم تسديداته ما فيش تسديدات على المرمى، معظم تمريراته مقطوعة، ما كانش ليه أي فايدة في الفريق، ولما اتغير مش عاجبه وبيشوح لمساعد المدرب كمان. ده بالنسبة لزيزو مع وجوده مع المنتخب الأولمبي لحد الآن ملهوش أي تأثير خالص. نيجي بقى للنقطة المهمة اللي احنا عايزين نتكلم عليها. هو ليه الزملكاوية محسسنا ان هم اللي ادونا الدوري للنادي الاهلي؟ ليه معظمهم دلوقتي طالعين بيعيطوا وبيبكوا على انسحابهم من ماتش الاهلي اللي هو انسحبوا وقال لك عشان انتظام الدوري والمباريات المؤجلة والدور الاول والدور الثاني؟ هو الاهلي طبعا هو اللي قال لهم انسحبوا من المباراة، هم انسحبوا عشان كانوا خايفين يواجهوا الاهلي في الوقت ده، وكل الكلام ده كل الناس والمحللين اجمعوا على الكلام ده تمام. ثانيا الزمالك بعد انسحاب مباراة الاهلي لعب المباريات المتبقية دون ان يتم تنفيذ اي طلب من طلباته اللي طلبها الغير معقولة تماما تماما تماما. يبقى الاهلي ما اجبروش ان هو ينسحب. ثانيا دلوقتي هو عشان يتعادل مع بيراميدز ففي دماغه ان هو فاد الاهلي مرتين، مره بانسحابه من المباراه الاهلي اخذ ال3 نقاط واستريح اسبوع كامل، وكمان دلوقتي اتعادل مع بيراميدز. طيب هو يعني حتى الاهلي لو كان قابل الزمالك ما كان ممكن يغلب الزمالك النادي الاهلي، وكان شيء متوقع جدا جدا، وكان هيغلبه بفضيحه كمان بفارق كبير من الاهداف. لكن ما بيبصوش ل 16 فوز متتالي الاهلي حققهم بعيد عن الزمالك، ما بيبصوش ل 21 فوز او 22 فوز في بطولة الدوري هو اللي خلى الاهلي متصدر الدوري لحد دلوقتي. يعني النقاط اللي جمعها الاهلي من مبارياته المؤجلة ومن مواجهة الفرق الاخرى هو اللي خلاه متصدر الدوري. الحقيقة الاهلي تصدر الدوري ولكن بعد الفوز على بيراميدز رايح جاي، ودول هما كانوا اهم مباراتين. وزي ما قال ايمن الكاشف معلق المباراة الاولى امام بيراميدز ان دي كانت مباراة القمة الحقيقية هذا العام اللي كان بين الاهلي وبيراميدز. اذا المباراتين اللي بين الاهلي وبيراميدز هم اللي حسموا بطولة الدوري. الزمالك لا ناقة له ولا جمل السنة دي في اي بطولة محلية اطلاقا، خارج المنافسة تماما. وده الزملكاويه نفسهم هم اللي بيقولوه ان هو رمى الفوطة زي ما سمعتوا الكابتن
اسماعيل يوسف بيقول ان هو استسلم بدري تماما في البطولات، وان هو كان ممكن يستمر في المنافسه.